السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هعمل معاكم النهاردة حواوشي في العيش البلدي. جبت طبق وبشرت بصلة. أنا هعمل نص كيلو لحمة مفرومة. بشرت بصلة وقطعت 3 طماطم، قطعتهم مكعبات وشلت منهم البذر، وقطعت فلفل رومي وحامي برضو، حطيت معاه فلفل حامي، قلبتهم مع بعض. هضيف بقى اللحمة المفرومة، ده نص كيلو، وحطيت التوابل، بهارات لحمة وبهارات حواوشي وفلفل اسود وكزبرة وبابريكا وملح طبعا. هخلط بقى كل ده مع بعضه، الخضار مع اللحمة مع التوابل مع الملح، هخلطهم سوا. طبعا انا بقلب بالطريقة دي كده عشان الين الخضار مع اللحمة. مقطع العيش بقى نصاص، العيش البلدي مقطع نصاص، وهحشي بقى في العيش اهو. طبعا املى بقى السندوتش واوزع كده اللحمة عشان ايه، املى كل الفراغات اللي في السندوتش، وبططه كده او بططه كده. اعمل بقى كل العيش واروح اسوي. حطيت بقى جريل او طاسة او صينية على النار، واحط فيها شوية زيت، مكترش الزيت، واروح رصة فيها العيش واعمله بالشوكة كده، بططه كده بالشوكة عشان اللحمة تستوي كويس. ولما يتحمر بقى من الناحية دي اقلبه على الناحية التانية. هنا كان اتحمر وقلبته، هسويه برضو من الناحية التانية وكده. طبعا العين النار على الهادي خالص، هوطيها على الهادي خالص، اكني كده بعمل رز. ولما يتحمر من الناحيتين بالطريقة دي اشيله بقى، وكده برضو بيبقى مستوي من جوه، يعني ما تخافوش، احنا بنعمل حواوشي بالطريقة دي على طول وبيبقى مستوي وطعمه جميل اوي. هنا كان خلص اهو، اتعمل من ناحيتين اهو، مستوي من جوه وطعمه كان في منتهى الجمال. وبألف هنا وشفا. بس ما تنسوش الاشتراك واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.